جميع الرموز انطلقوا على الفور. بسم الله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وضياء للمستبصرين. معكم أخوكم نبيل، نبحر معا في قنوات العقل عبر عين الواقع. في عالم الجريمة المنظمة اللي تتخطى الحدود والقارات، الاختباء شبه مستحيل. في خيوط غير مرئية وشبكات أمنية تشتغل في الظل بهدوء. هذه قصة سقوط رجل كان يعتقد أنه أذكى من العالم كله، لكن فاته شيء واحد: عين العدالة ما تغمض أبداً. دايما نسمع إن للحيطان آذان، بس في عالم الاستخبارات المعادلة مختلفة. الظلال نفسها لها نبض، وهذا النبض هو اللي دلنا على رجل بدون أي ملامح ثابتة، رجل كان يتنفس بهويات مزيفة ويتلاعب بالحدود كأنه شبح يسافر عبر الزمن. لكن لازم نعرف، لكل بداية نهاية، ولكل شبح لحظة يسقط فيها القناع للأبد. في ليلة كانت هادية جدا في مراكش، فجأة تحركت وحدة من القوات الخاصة المغربية بخفة ودقة ما توصف. الهدف كان فيلا فخمة جدا سكنها شخص غامض ومحدش يعرف عنه الكثير. العملية هذه ما كانتش مجرد اعتقال عادي، لا، كانت هي المشهد الأخير في مطاردة دولية استمرت سنين طويلة. طيب، خلونا ندخل في عمق القصة. كيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف هوية هذا الظل اللي كان عايش في قلب المدينة الحمراء؟ وكيف أسدل الستار على آخر فصول مسرحيته؟ الهدف كان اسمه آفي غولان،